لهذا الحدث التاريخي الاستثنائي الفريد، افتتاح المتحف المصري الكبير الذي تحتضنه منطقة الأهرامات بالجيزة. هذا الافتتاح من المنتظر أن يكون بشكل رسمي في تمام الساعة 7 من مساء اليوم، لدى استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيوف مصر من أكثر من 80 دولة، زعماء وقادة ورؤساء وملوك وأمراء ووفود رسمية جاءت من كل دول العالم، 80 دولة حول العالم، من المنطقة الآسيوية، من المنطقة الأفريقية، من أوروبا، من الولايات المتحدة الأمريكية، من كل أقاصي الأرض لمتابعة افتتاح هذا الحدث التاريخي الهام ربما لا يتكرر مرتين في القرن الواحد. مصر تقدم هذا المتحف هدية للإنسانية وللعالم بأسره، تعكس مدى تحضر الدولة التي تحافظ على آثارها وإرثها الإنساني والحضاري والثقافي وتقدمه للعالم في أبهى صوره. نحن الآن في باحة المتحف المصري الكبير الذي يقع على مساحة تناهز 500 ألف متر مربع بتكلفة تناهز $1,000,000,000 من خلال عدد كبير من الجهود وحجم كبير من الجهود التي بذلتها الدولة المصرية طوال السنوات الماضية ليخرج هذا الحدث التاريخي وهذا الإنجاز الحضاري الأبرز في القرن ال21 إلى النور. المتحف يكون من عدد كبير من القاعات التي تختص بالعرض الأثري والمتحفي. نتحدث بداية عن البهو العظيم الذي يقابل الزائر في باحة هذا المتحف وتأخذه الرحلة الأثرية الحضارية الإنسانية الهامة إلى داخل أروقة هذا المتحف الذي يتكون من البهو العظيم والدرج العظيم، أكثر من ارتفاع يناهز 6 طوابق على اليمين وعلى اليسار، أكثر من 60 قطعة أثرية من الحجم الكبير، ليستقبل الزائر تمثال رمسيس الثاني الذي يقف شامخا في البهو الرئيسي لهذا المتحف الكبير، بالإضافة أيضا إلى عدد من القاعات تبلغ 12 قاعة للعرض المتحفي الحضارة المصرية القديمة منذ ما قبل التاريخ، مرورا بالعصور القديمة والوسطى والحديثة، انتهاء بالعصور اليونانية والرومانية. أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تم تجميعها من كل متاحف مصر لتقف هنا شامخة وشاهدة على العمق الحضاري الذي تمثله الحضارة المصرية. أيقونة المتحف وهو الملك الذهبي الصغير توت عنخ آمون الذي وتعرض آثاره لأول مرة منذ اكتشافها عام 1922. أكثر من 5400 قطعة أثرية من ممتلكات الملك الذهبي توت عنخ آمون تعرض لأول مرة أمام الزائر في تجربة فريدة من نوعها. محمد، نتحدث ليس فقط عن هذا الكم الهائل من الآثار التي تقف شاهدة في هذا المتحف المصري الكبير، ولكن نتحدث عن السبل والطرق التكنولوجية الحديثة الرقمية في العرض المتحفي والأثاري الذي تناهز أحدث طرق عرض المتحفي والأثاري في دول العالم. هذا المتحف تقدمه مصر كما أشرنا هدية للإنسانية بأسرها في انتظار الافتتاح الرسمي بحضور وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيوف مصر في تمام الساعة 7 من مساء اليوم. يسبق هذا الافتتاح الرسمي مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في تمام الساعة 3 من عصر اليوم. ربما يتطرق خلال هذا المؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي إلى عدد كبير من التفاصيل التي تتعلق بجهود الدولة لإنجاز هذا الإنجاز التاريخي الثقافي الحضاري طوال السنوات الماضية، وصولا إلى نقطة الختام وهي افتتاح هذا المتحف أمام العالم في متابعة من خلال شاشات العرض، سواء التي وضعت في عدد كبير من الميادين العامة في جمهورية مصر العربية في كل المحافظات، وانتهاء بالوسائل الإعلامية التي تغطي هذا الحدث وتبث صور مباشرة إلى أكثر من 2 مليار مشاهد عبر دول العالم. نعم محمد. زميل علاء رشوان مراسل قناة النيل للأخبار، أشكرك شكرا جزيلا، سنكون معك على مدار اليوم في متابعتنا. شكرا علاء.